السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة. عاملة لكم وصفتين حلوين قوي في فيديو واحد للكنافة اللي بيحبوا الكنافة الطرية المحشية. كنافة لذيذة وطرية كده بطريقة حلوة. هنشوف طريقة للكنافة المحشية الكاستر. هنعملها بطريقة مختلفة، وفي نفس الوقت تكون لذيذة وجميلة. وهنشوف كمان طريقة تانية للكنافة بالمانجا. تمام. طبعا الكنافة بالمانجا دي حاجة يعني كده، ما اقولكمش عليها. طبعا هنعملها برضو بطريقة مختلفة ولذيذة، وهقولك سر الكنافة الطرية اللذيذة سواء كانت بالكاستر او بالمانجا. تمام. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة معانا حوالي نص كيلو كنافة. طبعا يكون يعني مهم يكون في الفريزر قبلها بيوم او قبلها ب6 ساعات. المهم يكون متجمد، بنكسره كويس. بعد كده بنضيف عليه نص كوباية سكر بودرة، ونخلطها بيه كويس كده. ومعانا نص كوباية سمنة هننزل بيها عليه برضو ونخلطها بيه كويس. المهم ان الكنافة تتشرب كده كويس بالسمنة والسكر. تمام. السكر هيساعدنا ان الكنافة انها تتمسك في بعضها. تمام. لما نيجي نفردها في الصينية، وكمان هيديلها طعم احلى، يعني هيحلي الكنافة كمان. تمام. طبعا بعد ما خلطناها ركناها، جبنا هنعمل الشربات بتاعها. هنجيب حوالي نص كوباية سكر وكوباية مية ونص ليمونة، هنعصرها عليه كده ونسيبها معاه تغلي في المية وعلى نار هادية، ونسيبها مع بعضها. وفي نفس الوقت بنجيب بقى طاسة كده على النار. بنحاول نسخن الطاسة، وبعد كده ننزل بشوية من الكنافة شوية بشوية. ونوطي عليها النار، نخلي بالنا عشان ما تتحرقش مننا، ونفضل نقلب فيها كده. دي طريقة لتحمير الكنافة. في طريقة تانية ان احنا ممكن يعني نحطها في صينية وندخلها الفرن. دي طريقة تانية، ونقلبها من كل دقيقة كده او دقيقتين، بنقلبها بايدينا كده او معلقة، وبندخلها تاني لحد ما تتحمر. طبعا كده هنا اتحمرت الكنافة. بجيب بقى كده الكاستر انا بعمله. معايا حوالي نص كيلو لبن، بضيف عليهم سكر طبعا اختياري نسبي يعني. على حسب يعني كل واحد ما بيحبه مسكر قوي او مش مسكر. بعد كده هضيف حوالي نص كوباية من المية مع مدوبة فيها حوالي 4 معالق كاستر. تمام. وبعد كده ايه بفضل اقلب بقى كده الكاستر على النار لحد ما الخليط يتقل معايا. مهم قوي ان الكاستر يبقى تقيل معايا. لو حسيت ان هو خفيف ممكن اضيف له شويه يعني حوالي يعني شويه ميه صغيرين كده، ادوب فيهم معلقه كاستر تانية او معلقتين واضيفهم. المهم انه يطلع معايا ايه تقيل. تمام كده اهو بالصوم كده زي اللي انتوا شايفينه ده كده. تمام. هو كده على النار بيغلي، لسه بنسويه يبرد شويه يهدى. في نفس الوقت ده خلاص الشربات بنجيبه بنضيفه على الكنافة كده. بعد ما اللي احنا كنا ركناها واتحمرت كده الكنافة، بنضيف بقى شربات عليها وبنقلبها كويس في الشربات كده. تمام. لحد ما ايه كلها تتشرب بالشربات برضو، وتلاقيها طرت معانا كده، بقت عاملة ان احنا زي ايه بنضغط عليها بالمعلقات تبقى زي العجينة شوية كده، تبقى طرية يعني. تمام. شايفين؟ بصوا اهي
بقت كده هي بقت طرية قوي كده معانا، بنحس بملمسها انها خلاص بقت طرية معانا خلاص. كده بنتأكد ان الكنافة كلها اتشربت بالشربات. بعد كده بنجيب صينية معانا، بنجيب صينية، اي صينية عندنا او الصينية ازاز انا جبتها كده. واخدت وهنزل بقى بنص خليط الكنافة كده في قلب الصينية كده، وافرده كويس كده بالمعلقة. تمام، شايفين بقى عشان هو متشرب معانا كده متماسك، فيفضل هنلاقيه كده بيتماسك معانا وطري. وبنضغط معاه بيه بالمعلقة كده فبيتساوى. تمام، بقت بصوا زي حتة واحدة اهي كده متساوية. شايفين بالمعلقة كده خلاص بقى منظره حتة واحدة كده. تمام، هي دي كده قاعدة الصينية. بعد كده بقى هنجيب الكاستر. كان هدا معانا شوية. هننزل بقى بيه كله كده في ايه، في قلب الصينية على الكنافة. تمام، شايفين هو كده بقى تقيل معانا كده. تمام، عشان يتمسك معانا في الايه في الكنافة، ما يبقاش طري قوي يعني، يبقى ماسك متماسك في الكنافة لما تجمد، لما يجمد يعني. تمام، وهنسوي يعني هنهز الصينية كده هزتين. تمام، عشان ايه كله يجي لبعضه كده في قلب الصينية كده. تمام، لحد كده تمام، طريقة سهلة وحلوة ولذيذة، هتعجبكم ان شاء الله. هنجيب بقى بعد كده بقية الخليط بتاع الكنافة اللي احنا عملناه، هننزل بقى بيه على الوش كده بالراحة، وناخد بالنا ان احنا نفرقه، هنحاول نفرقه كويس بالمعلقة كده واحنا بننزل، علشان ايه يعني ما ناخدش من مكان لمكان تاني عشان الكاستر. تمام، فالمهم قوي ان احنا نفرقه كده في بعضه كده، يعني على بعضه كده، يعني ما ننزلش بيه في حتة واحدة، عشان مش هينفع نفرده نضغط جامد يعني، عشان الكاستر احنا هنضغط بس يعني بشويش كده، عشان الكاستر يعني ما يبوظش من اي حتة، وبشويش كده بالمعلقة لحد ما يتسوى كله، يجي كله لبعضه، يبقى كله ايه زي المسطرة كده حتة واحدة. وكده شايفين كده سويته، نفضل نسويته كده. طبعا هندخله التلاجة حوالي ساعة او ساعتين لحد ما الصينية تجمد معانا. تمام، شايفين سمك كمان الكاستر حلو قوي في قلب الصينية كده ما بين الكنافة. جبت بقى شوية جوز هند. طبعا انا نسيت احط جوز الهند، ممكن كنت احطه فوق الكاستر يعني من القلب. طبعا نسيت، فطبعا رشيته فوق الوش كده. ادى شكله كويس وحلو، وطريقة مختلفة يعني. شايفين بقى كده الجمال ده، والله كانت طعمها رائع يعني بصراحة. وحاجة كده لو عملتيها في لأي حد او قدمتيها في عزومة او كده حلوة، هتعجب اي حد ممكن ياكل منها، كمان عشاق الكنافة الطرية. شايفين هنا كده بقى بعد ما طلعت من التلاجة كده وجمدت،
وهتقطعيها كده بالخرطة كده او بالقطع كده، شايفينها عاملة ازاي. لا بجد حلوة، جربوها هتعجبكم قوي يعني، اللي لسه مجربهاش طبعا. هي شور يعني حاجة لذيذة جدا وسهلة ومكوناتها بسيطة. تمام. نيجي بعد كده هعمل طريقة الكنافة التانية اللي هي الكنافة بالمانجا. تمام، نفس الطريقة برضو هعملها. نص كيلو كنافة، يعني كان في الفريزر برضو ومكسراه برضو كده عشان يبقى قطع صغيرة كده، وضفت عليه السكر والسمنة زي بنفس الطريقة، وحمرته طبعا في طاسة على النار. تمام. نفس الطريقة اللي فاتت يعني. انا كده انا جهزت كل المقادير، لان الكنافه بالمانجا انا عامله لها فيديو قديم يعني، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف، في صندوق الوصف، علشان تشوفوا الطريقه بالتفصيل. انا عملتها يعني ايه على بطريقه حاجه سريعه كده يعني، صورتها كسريعه كده. هنا الشربات بتاعنا ده، انا هو نفس مقادير الشربات بتاعنا، كوبايه سكر وكوبايه ميه. بس عملته في الخلاط، والمانجا بتاعتنا اللي هي دي كانت في التلاجة. جبتها، قطعت 3 منجيات ومكعبات، وخدتهم كده في طبق المكعبات بتاعة المانجا. وبعد كده الحاجات اللي هي اللي هي في البذر والقشر، عملتها نزلتها في الخلاط كده مع الشربات، واتضرب في الخلاط. بس مش هنعمل فيه حاجة تانية. تمام. هحطه طبعا فانيليا، وضفته على الكنافة كده برضو بقى، وقلبته. هنا بقى الكنافة هتطعم بالايه، بالمانجا، الشربات كده بقى، الشربات بالمانجا. زي ما قلت لكم تفاصيل الطريقة بتاعة المكونات، هسيب في فيديو قديم، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تمام كده، اللي عايز يشوف التفاصيل يعني. كده طبعا يعني لخبطت كده الكنافة بالشربات بتاعها كده كويس، شربتها فيه كده كويس، شايفينها بقت عاملة ازاي كده. بندوس بالمعلقة كده ايه، بتعمل كده طرية، بتبقى طرية خالص معانا كده. طبعا كنا مجهزين برضو كريم شانتيه. جبت كيس كريم شانتيه على حوالي نص كوباية من اللبن المتلج. وضربته، يا اما نضربه بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهربائي لو بسرعة، يا اما لو بالمضرب اليدوي هياخد وقت منك. تمام. آه طبعا انا نزلت كده بالكنافة، في مش كلها طبعا، نص الكنافة نزلت بيها على الصينية كده، في قلب الصينية. وبعد كده جبت كريم شانتيه، الكريم شانتيه اللي انا كنت مجهزاه طبعا. هنزل بيه كده، هو هفرده كده على الكنافة. تمام. طبعا المانجا بتاعتنا كانت متفرزة في الفريزر سليمة. تمام. مانجا زبدة او اي نوع مانجا عندك. تمام. دي كانت متفرزة في الفريزر يعني ايه، سليمة كده. وبعد كده طلعتها قطعتها وهي ايه، مترتش قوي قبل ما تطرى معانا يعني، دوب تفك معانا شوية، حاجة بسيطة كده. ونزلت بالمانجا كده في الوش. بعد كده هنزل تاني ببقية الكنافة وبالراحة برضو، علشان ايه الحاجات الطرية اللي تحت ما تبص يعني معانا. وفردتها كده فوق الوش. هننزل تاني بطبقات الكريم شانتيه، باقي الكريم شانتيه هننزل بيه فوق الوش تاني. تمام. ونفردته كده كويس كده فوق الوش. وبعد كده هننزل بباقي المانجا. المانجا هننزلها اللي هي المكعبات بتاعتنا، هفردها كده في الصينية بقى دي كده ايه من فوق الوش. تمام. عايزه اقول لكم ان الوصفه ديت من اروع الوصفات اللي انا اكلت بيها الكنافه. بجد اللي مجربش الطريقه دي فايته كتير. حلوه قوي. الكنافه دي بتتعمل في المحلات الكبيره على فكره باسعار عاليه جدا، ومع ان مقاديرها سهله وحلوه.
يعني كفاية ان الطعم لذيذ جدا يعني. اللي عايز ياكل حاجة يعني طريقة مختلفة للكنافة في رمضان. آه، دول الطريقتين بتوعنا، يا رب يكونوا عجبوكم. يا ريت نشوف الفيديو للاخر، اتمنى ذلك واتمنى ان انتوا تنزلوا تعملوا لي لايك، كنت تفرحوني جدا جدا يعني. ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات ارائكم، وعارفه ان في ناس كتير بتشوفني من البلاد العربيه، فحابه اعرف ايه البلاد الموجوده. يا ريت كل واحد يكتب بلده في الكومنت. واللي اول مره يشوفني، انا اسمي اسماء، يا ريت يعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر وفيديو جديد ووصفه جديده. مع الف سلامه.